واخيرا بعد انتهاء الجولة التانية من دورينا الدوري المصري. في فيديو النهاردة هيبقى ملخص للجولة التانية، فلو انت لسه في القناة متنساش في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. الجولة اللي بدأت بماتش غزل المحلة ضد طلائع الجيش اللي خلص بنتيجة 3-2 لطلائع الجيش على الاستاد التاريخي لغزل المحلة. المباراة بدأت 50-50، من الفرقتين ماسكين كورة، بس الغزل هو اللي كان بيروح على الجون في الأول وكان أقرب للتسجيل في الدقيقة العاشرة. وفي الدقيقة 13 هجمة مرتدة سريعة لنادي طلائع الجيش اللي كان بيعتمد في الشوط الأول على اللعب على المرتدات. بيقدر كريم طارق اللي هو ينهيها في الجون ويسجل أول أهداف طلائع الجيش في المباراة وتبقى النتيجة 1-0. غزل المحلة حاول يعادل بعد كده بتسديدات كتير قوي وفرص كتير، بس كان في تألق كبير قوي من محمد شعبان حارس طلائع الجيش اللي لولا كان الشوط الأول ممكن يخلص 3-1 لغزل المحلة. الماتش كله كان محمد شعبان ودفاع طلائع الجيش شايل الفرقة بشكل كبير قوي. غزل المحلة كان أكترية لعبه بيعتمد على العرضيات اللي جاية من ناحية الأجنحة. ضيعوا كتير فرص كتير قوي. عبده يحيى في آخر الشوط الأول ضيع فرصة ما تضيعش حرفيا بعد ما الكرة اتلعبت له كده بالعرض، هو الجون فاضي بس هو معرفش يجيبها على الطائر. شوط اول بيخلص نجمه الاول هو محمد شعبان حارس طلائع الجيش ويخلص بنتيجة 1-0 لنادي طلائع الجيش. شوط تاني بيبدأ بتسديدة حلوة قوي من عبده يحيى، بس تألق محمد شعبان تترد بكورة لطلائع الجيش يرد عليه عامر حارس طلائع الجيش ويتصدى ليها. في الدقيقة 67 بيتحسب ضربة جزاء لنادي طلائع الجيش من لمسة يد. بيقدر مهاجمهم شيكا اللي هو يقدر يسجل الهدف التاني لطلائع الجيش وتبقى النتيجة 2-0. والكرة تفضل تعاند المحلة مش عايزة تخش نهائي. تيجي الدقيقة 78 تسديدة كده من بره المنطقة بتخبط بتترد تاني بيشوطوها. محمد شعبان بيتألق ويتصدى ليها فبيقوم مكملها بن حمودة في الجون وبيسجل هدف تقليص الفرق لنادي غزل المحلة. وفي الدقيقة 88 طلائع الجيش بيخلص الماتش نهائي عن طريق لاعب غزل المحلة السابق أحمد الشيخ وبيسجل الهدف التالت. وفي اخر المباراة في الدقيقة 94 كده برضو بنفس طريقة الهدف الاول تسديدة بيتألق فيها محمد شعبان فبيكبلها بن حمودة في الجون وبيسجل الهدف التاني لغزل المحلة. يعني الماتش كان تألق كبير قوي من محمد شعبان، حتى الجونين اللي دخلوا فيه يعني هو تصدى كانت تكملة. فاول ماتشات الجولة بيخلص بصالح 3-2 لغزل المحلة، كان فيها 5 تجوان. شكل الجولة بدأ حلو. تاني ماتش بقى كان الاتحاد ضد حرس الحدود، خلص بنتيجة 1-0 للاتحاد. الاتحاد بدأ المباراة سيطرة، ومع سيطرته دي ما عملش غير فرصتين بس على الجون، والفرصتين دول تألق فيهم الزنفولي. وفي اخر 10 دقايق من الشوط الاول فضل الماتش رايح جاي وبيخلص الشوط الاول بنتيجة 0-0. الشوط التاني بيبدأ برضو سيطرة للاتحاد، بيقدروا من كرة عرضية من الكابتن والقائد كريم الديب يرفعها فادي فريد يحطها بدماغه ويسجل الهدف الاول للاتحاد. فادي فريد اللي الجولة اللي فاتت ضيع كرة من جوه الست ياردة اللي كانت غريبة. وفضلت السيطرة للاتحاد كانوا بيعتمدوا على اللعب على الارتداد بس ما قدروش اللي هم يسجلوا، وهي الحرس تقريبا ما عملش غير فرصة واحدة في الماتش ده، وبيخلص الماتش بنتيجة 1-0 للاتحاد. جينا بقى للماتش اللي بعده، الاهلي ضد زد اللي خلص بنتيجة 1-0 للنادي الاهلي. في البداية النادي الاهلي نزل بتشكيلة الشناوي في حراسة المرمى، على اليمين عمر كمال وعلى الشمال يحيى عطية الله وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة، مروان عطية وكوكا وامام عاشور وطاهر وحسين الشحات وحسام. في البدايه لعيبه زد ده لعبوا ضغط عالي. في الدقيقه الرابعه الشناوي بيغلط بس لعيبه زد ما بيستغلوش الكره دي وبيشوطوها في السماء. بعديها على طول بكام دقيقه في الدقيقه العاشرة كره حلوه قوي لطاهر اللي بيستلمها ويطلع بيها عمر كمال عبد الواحد اللي بيعدي حلو قوي، وطاهر تحرك حلو قوي وبيلعبها له بيحطها طاهر في الجون وبيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي والهدف الوحيد. وليك ان تتخيل ان دي الفرصه الوحيده اللي كانت على الجون للنادي الاهلي. طاهر حرفيا كده وصل تقريبا للمساهمة السابعة ليه مع النادي الاهلي تقريبا يعني، وكان تحرك حلو. وعمر كمان لازم كل ما ينزل لازم يعمل حاجة، يعني حتى يبدأ المباراة يعمل حاجة، ينزل في اخر 5 دقايق هيعمل حاجة. شكلنا برضو هنشوف موسم استثنائي من طاهر من بعد الجون اصلا مش سرحان، تمركزاته كلها صح، ما بيعملش مسباص، بيتحرك للعيبة، بينزل يستلم، بيعمل كل حاجة. شكلنا هنشوف موسم استثنائي لطاهر، وكالعادة لكل مجتهد نصيب. فضل زد بيحاول، راح بفرصتين على الجون كده لعبهم عرضيتين بس الدفاع بيتألق. فاول من ليحيى عطية الله من نفس مكان الفاول بتاع السوبر، حطها بنفس الطريقة، جت في نفس العارضة في نفس المكان في المقص، حطها حلوة قوي ده احنا سمعنا صوت العارضة. وبيضيع فرصة هدف للنادي الاهلي، كانت ممكن لو كانت تحت شوية كانت هتخش، بس هي حلوة قوي.
الماتش كان مفتوح جدا، ورغم انه كان مفتوح بس ما كانش فيه فرص، ما كانش فيه غير فرصة الجون والفاول وضربة الجزاء اللي فيها شك، اللي هي ضربة جزاء. زد بدأ المباراة بضغط عالي للاعيبة الأهلي اللي خلى فيه صعوبة للاعيبة الأهلي دي يبنوا الهجمة سريعا. المباراة كانت عامة حلوة من الفرقتين. أبرز اللعيبة في النادي الأهلي كان طاهر ومروان عطية. مروان عطية اللي حرفيا كان قافل نص الملعب لوحده، يعني كوكا وإمام دول أنا ماليش دعوة بيهم، مروان عطية كان قافل نص الملعب لوحده. ومن زد كان المدافع محمد إسماعيل، وجنبه مصطفى العش اللي كانوا حلوين قوي بالخروج من الكورة ووقت وإزاي يخرجوا يعملوا كل حاجة. وزد حرفيا كان متفوق على نص ملعب الاهلي بالكامل باستثناء مروان عطيه. الاهلي طول المباراه بالكامل ما شاطش غير كره واحده زي ما قلت لك اللي هي كانت الجون، بس فضل يحاول بس من غير تهديد على المرمى، يعني بيشوط تخبط في الدفاع وكده. شوط تاني كان عشوائي بسبب الاصابات اللي حصلت، وفي لاعيبه بتغير مراكزها. يعني بعد اصابه رامي ربيعه شفنا كوكا هو اللي نزل يلعب جنب خالد عبد الفتاح، وبعد اصابه امام نزل تقريبا اكرم علشان يبقى يلعب ما بين نص الملعب والدفاع، وعمرو السولية يلعب في مركز صانع العاب. وسام ابو علي الماتش ده كان مختفي جدا، ما كانش وسام ابو علي اللي هو بينزل يستلم، كان زانق نفسه دايما جوه ال 18 تقريبا، ما نزلش يستلم غير في كوره واحده بس. فكان فعلا كان لازم يطلع وينزل مكانه طاهر. كهربا هو اللي لما نزل بدأ بقى اللي هو ينزل لنص الملعب يستلم ويحرك اللعب وكده. ففي النهايه بقى نوصل لركله الجزاء. انا مش عايز اتكلم فيها كتير، فانا من وجهة نظري انا شايفها مش ضربة جزاء. انا شايف كوكا رايح يشتت الكرة، اما المهاجم بتاعها زد حاطط سن رجل الكرة اصلا طلعت بره، فانا من وجهة نظري دي مش ضربة جزاء. وبس كده خلينا نخش على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده بقى الزمالك ضد سموحة اللي خلص بنتيجة 2-0 للزمالك. عنوان الماتش ده كده بقى: ان غاب زيزو غاب الزمالك رغم الفوز. يعني حرفيا احنا شفنا التأثير الكبير قوي في غياب زيزو عن الزمالك. مفيش حد عارف يمسك كورة، مفيش حد عارف يعمل حاجة على الجون. يعني حرفيا زيزو يشمل 60% من قوة نادي الزمالك حرفيا. يعني في البداية الزمالك نزل بتشكيلة عواد في حراسة المرمى، على اليمين عمر جابر، وعلى الشمال بنتايج وحمزة المسيح وحسام عبد المجيد. خلاص احنا حفظنا خط الدفاع ده بالكامل. شحاتة ودونجا وعبد الله السعيد كان بيلعب في مركز 10، اللي خلى النهارده اداؤه كان مختفي، ما كانش بينزل. و على اليمين شيكابالا، وعلى الشمال مصطفى شلبي اللي كانوا مختفيين النهارده عن المباراه. يعني تحس الزمالك كان بيلعب ناقص لاعبين، ومهاجم هو ناصر منسي. المباراه بتبدا كده ضغط لعيبه الزمالك. الهاني سليمان كده كان عايز ياخد لقطة على ناصر منسي، بس امام ناصر منسي لا تخطئ هاني، وبيسجل ناصر منسي الهدف الاول لصالح نادي الزمالك. بعد الجون ده لعيبه الزمالك هديت خالص، ولاعيبه سموحه هي اللي بدات تهاجم. عواد بيغلط، بس حسام ما بيستغلش الفرصه دي زي ما هي ظاهره لكم دلوقتي. يعني استلم، وانت كنت بطيء ليه؟ ما كنت تخلصها من مره واحده. وبعد كده سموحه فضلت بالسيطره، عمل الكره جت في العارضه بقى، كانت حلوه قوي الصراحه. كمان لو هنتكلم كده بس في حاجه في نقطة عبد الله مركز 10، جوميز كان عنده حق اللي يخلي عبد الله يلعب مركز 8 عشان مع السن وكده. فانت شفت عبد الله النهارده في مركز 10 اللي كنت عايز تخلي عبد الله يلعب في مركزه. عبد الله كان مختفي، ما كانش هو اللي بيمسك كرة في مركز 8، بيمسك كرة يمسك لعيبة الزمالك كرة يهتم بالريتم. دونجا وشحاتة ما كانوش عارفين يعملوا دي خالص. كان لازم جوميز من اول نص ساعه حرفيا يغير شكل الفرقه، يعمل تبديل، يطلع شلبي ويغير شكل الفرقه. لو كنا شفنا كده نجوم المباراه من وجهه نظري في من ناحيه الزمالك: حسام عبد المجيد، محمود بنتايج، وعواد. حرفيا بنتايج هو اللاعب الوحيد اللي كان بيحاول يطلع بالكوره مع صلابة حسام عبد المجيد في الدفاع، هو وحمزه المسلوسي. الاثنين قدموا مباراه حلوه قوي. سموحة طول الشوط الاول كانوا بيعتمدوا على اللعب على العرضيات والكرات الطوليه للمهاجم حسام حسن. الزمالك ما كانش عارف يبني هجمه، بنايه الهجمه كانت بطيئه جدا. باص 2 يودي الكره لسموحه. تحس ان اللعيبه اصلا ما كانتش قادره اللي هي تجري، ما حدش عارف يضرب السبرنتات. مصطفى شلبي اللي احنا عارفين اللي هو ياخد الكره بيتنيه يطير على الخط. كان في اكتر من كوره انت لو طرت بيها على الخط كنت هتروح بيها انفراد عامه، يعني انت على خط انفراد، بس هو كان بطيء قوي وبيرجع ورا، فمش عارف كان في ايه. حرفيا الشوط الاول ده يعتبر من اسوأ مش الشوط المباراه كلها اسوأ مباراه لجوميز مع الزمالك.
لعيبة سموحة لو كانوا ركزوا شوية في الشوط الأول ده كان ممكن يخرجوا بالتعادل أو متقدمين كمان على لعيبة الزمالك، ولولا غلط الهاني سليمان كان زمانهم متعادلين. شوط أول بيخلص بنتيجة 1-0 للزمالك. شوط تاني بيبدأ بتخرج بنتايج اللي هو كان أحسن من أحسن لعيبة الشوط الأول، وبتنزل فتوح اللي هو مش في مستواه أصلا عشان الإنذار بس. شوط اول كان اسوأ، شوط تاني كان اسوأ من الشوط الاول. فوز غير مستحق، يعني فوز مهم للزمالك بس مش مستحق. لعيبه سموحه عملت اللي عليها، الزمالك ما كانش عارف يمسك كرة في نص الملعب. لعيبه سموحه طول الشوط التاني في نص ملعب الزمالك وبيعملوا فرص خطيره. وكان في كرة كده مش فاكر في الشوط الاول ولا الشوط التاني، مصطفى شلبي قام شايطه قوي. هي تقريبا كانت في الشوط الاول، يعني حرفيا مصطفى شلبي لو كان بس هيدي سنه وبص كان ممكن يطلع عبد الله السعيد تقريبا اللي كان واقف هنا، او كان ممكن يسندها لنفسه ويشوطها بشكل احسن. وفي الشوط التاني برضه نزل مشلاك وحسام اشرف تقريبا. ولاعيبه الزمالك في الماتش عموما كان تمركزات خاطئه صفر، البدني كان صفر، كل حاجه كانت صفر. 3 كور تقريبا اللي اتشاطت للزمالك مقابل 15 او 16 الكرة لسموحة. 4 ركنيات او 5 لسموحة مقابل 2 بس للزمالك اللي بيقدروا يجيبوا منها في الدقيقة حاجة و80. الهدف الثاني بعد رأسية من حمزة المسوسي تلاقي مصطفى شلبي بيحطها، اللي انا من وجهة نظري اللي الجون ده يعني اوفسايد، الخطوط ما اترسمتش. فلو هنتكلم بقى على الحالات التحكيمية كده في السريع، انا برضو مش هتكلم عليها، مش هخشها بالتفصيل عشان ماليش دعوة. كان في طرد لشحاتة وطرد لحسام حسن. اما كرة عمر جابر التدخل بالرجل دي انا من وجهة نظري مش شايفها اللي هي طرد، لان ركبته كانت متناول اللي هو كانت المسافة قريبة، هو مش داخل سريعة. اما ضربة الجزاء اللي كانت بتقول على محمود بنتاج بعد الكورة وبعد كده حسام حسن وقعه، فما فيهاش حاجة من وجهة نظري. هدف الزمالك التاني من وجهة نظري اوفسايد على مصطفى شلبي، كان لازم الخطوط تتسم ونشوفها، غير كده انا مش شايف اي حاجه خالص. فخلونا نخلص من الحلقات التحكيميه دي ونخش على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده بتروجيت ضد مودرن سبورت اللي خلص 1-1 بتعادل، نتيجه غير مرضيه لاداء بتروجيت في الشوط الثاني بالاخص، يعني مع انهم في الشوط الاول كانوا كويسين. لعبوا بطريقه حلوه قوي في الشوط الثاني. ضغط عالي على الخصوم من اول اصلا الشوط الاول، من اول ماتش بيراميدز اللي فات وهما بيلعبوا ضغط عالي بيخلي الخصوم ما بيعرفوش يطلعوا بالكره. يعني حرفيا انا هظهر لك لقطه دلوقتي كانت في الدقيقه 91 وخلاص الماتش بينتهي، لاعب نص الملعب شوف بيجري ازاي وبيضغط عايز يقطع الكره وبيغلط فعلا مدافع فيوتشر، بس هما مش بيستغلوا انا معتمد على اسمه فيوتشر لسه، يعني مع مودرن سبورت ده مش جاي معايا سكه، يعني بيضغطوا ضغط مش طبيعي. كانوا يقدروا اللي هم يحققوا 3 نقط في الشوط الثاني، بس لولا تألق وفضل جنش هو اللي جاب نقطه لمودرن سبورت، لولا كانت زمانها هتبقى 3 نقط لبتروجيت. فكرة الضغط اصلا بتحتاج مجهود بدني عالي قوي، وانت بتجيب لعيبه يعني ما نعرفهمش في الكره المصريه بيضغطوا ضغط عالي بالطريقه دي لحد الدقيقه 91، وكانوا ماسكين نص الملعب ويتحركوا تحركات حلوه قوي، فكان اداء جامد قوي واداء محترم من نادي بتروجيت. حتى الجون اللي جابوه من تسديده حلوه قوي 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 عن طريق رشيد ولا مش فاكر مين بالظبط، بس كانت تسديده حلوه قوي. اما مودرن سبورت لو جنش ما كانش هو حارس المرمى ما كانوش عارفوا يخرجوا بالنقطه. جنش شال اكتر من كوره في الماتش ده، بتروجيت عملت اكتر من فرصه وجنش تألق فيهم. فيوتشر جابوا الجون عن طريق ركنيه من علي زعزع بعد غلطه من الحارس بتاع بتروجيت اللي هو اتصدى للكوره، كان لسه هيمسكها ولما وقعت قدامه بس بتتكامل من علي زعزع. الشوط الاول لمودرن سبورت كانوا كويسين، روحوا للجون اكتر من كوره، كانوا بيعتمدوا على اللعب على الاجنبه والعرضيات، يعني كنا بنلاقي احمد عاطف المهاجم هو اللي بيروح على الجناح عشان يلعب عرضيه ارضيه، بس ما كانوش بتظبط معاهم، وكانوا بيلعبوا كرات طوليه من الدفاع للمهاجمين بس برضه ما ظبطتش معاهم، وبيخلص الماتش بالتعادل. ماتش كان لولا فضل جنش ما كانش طلع بالنقطه، و اداء نتيجه غير مرضيه لاداء بتروجيت في الماتش ده. بس كده خلينا نخش يلا بقى على الماتشات اللي باقيه. الماتش اللي بعده بقى انبي وبيراميدز اللي خلص بنتيجة 2-1 لبيراميدز. فريق انبي اللي بدأ المباراة كده بمبالغة في الاحترام لفريق بيراميدز، لعب بخطة 5-4-2، كان عنده اخطاء دفاعية كتير، ما كانش عنده سرعات نهائي. اما في الشوط التاني كان حاجة تانية خالص، شكل تاني خالص، وبيراميدز استغل الاخطاء دي في الشوط الاول وسجل هدفين عن طريق احمد عاطف قطة، واحد برأسية والتاني بعرضية كده. فريق انبي في الشوط التاني عمل تغييرات وغير اللعيبه، وقف اللعيبه صح واخر خط الدفاع ونص الملعب، نزل احمد امين قفه، وكانت فرصه وعمل واحده بس كانت في العارضه،
بيراميدز في الشوط الاول هو اللي كان اخطر، وقبل نهاية الشوط علي فوزي بيسجل هدف تقليص الفرق لنادي انبي، تبقى النتيجة 2-1. انبي في الشوط التاني كان احسن وكان ممكن يتعادل، بس نتيجة المباراة بتنتهي 2-1 لبيراميدز. لو كان بدأ المباراة زي ما نهاها كان ممكن ياخد التلات نقط فريق انبي يعني. واخيرا نوصل لاخر 3 ماتشات اللي اتلعبوا امبارح. البنك الاهلي ضد فاركو اللي خسر بالتعادل 0-0، والمصري والجونة اللي خسر بالتعادل 0-0. البنك وفاركو الماتش ما كانش فيه فرص كتير، يعني ممكن نقول اغلب الفرص كانت في الشوط الاول. فريق فاركو بدأ بالتهديد في الدقيقة 6 من تسديدة بس بيتألق فيها حارس البنك. لا، هي جت جنب العارضة والفاول لفاركو بيتألق فيه حارس البنك البلعوطي. وفي الدقيقة 10 على طول يوقع النور بيضيع انفراد لصالح البنك الأهلي، وكان في كورة كده اتلعبت لوب دفاع البنك بيتألق ويشيلها من على خط الجون. الماتش فضل رايح جاي لحد الدقيقة 20. يوقع النور بيضيع تاني انفراد، بس المرة دي حتى ما لعبهاش في الجون، ده لعبها في السما. البنك الاهلي فضل ماسك كورة وبيروح على الجون بس ما فيش خطورة. الماتش كان حلو عامة، وخاصة في الشوط الاول كان رايح جاي. تألق من الدفاع هو اللي جاب للفرقتين النقطة. وبس كده نخش على ماتش المصري والجونة. ما كانش فيه فرص كتير خالص. المصري بدأ بكورة في الدقيقة 14 من ركنية بس حسبت اوفسايد. بعدها في الدقيقة 19 عرضية من فخر الدين بن يوسف، رأسية من صلاح محسن بيسجل الهدف الأول بس بيتحسب اوفسايد. بعد كده من أول الدقيقة حاجة وعشرين الجونة بيمسك كورة وبيعمل خطورة على المرمى وبيسدد تسديدة بمساعدة محمود جاد، والعارضة بتطلع بره الركنية. فضل رايح جاي بقى. الشوط الاول يخلص بنتيجة 0-0، شوط تاني كان زي الشوط الاول وبيخلص 0-0. واخيرا نوصل لاخر ماتش في الجولة، الاسماعيلي ضد سيراميكا اللي خلص 1-0 لسيراميكا بهدف فخر الرجاي بعد اسيست حلو قوي من احمد بالحج. الماتش بدأ هادي الى حد ما، يعني بيروح هنا وبيروح هنا لحد الدقيقة 34. عرضية من القندوسي لزلاكا بيسجل الهدف الأول لسيراميكا بس بيتحسب اوفسايد. بعد كده سيراميكا بيمسك كورة وبيحاول على الجون، تيجي الدقيقة 42 أحمد بالحج بيغمس كده واحدة لفخر لقاي، بيقدر اللي هو يسجل منها هدف التقدم لنادي سيراميكا. وقبل نهاية الشوط كرة طويلة زلاكا بياخدها وبيرقص بيها الجون وبيسجل الهدف التاني لسيراميكا بس برضه بيتحسب اوفسايد. يعني زلاكا ده لاعب كبير قوي، يعني مسجل جونين حاسبين اوفسايد في ماتش الاهلي كان جامد اللي هو اول ماتشات الدوري. فالشوط الاول بيخلص 1-0. الشوط التاني كانت سيطرة لسيراميكا، ما كانش فيه فرص كتير للاسماعيلي وخلص بنفس نتيجة الشوط الاول 1-0. وبس كده. ترتيب الدوري حاليا مفيش غير 3 فرق بس هما اللي قدروا يجيبوا 6 نقط من الماتشين، الاهلي وبعد كده الزمالك وبعد كده الاتحاد. الاهلي المركز الاول بفرق الاهداف بفرق جون عن نادي الزمالك لانه سجل في سيراميك 5 جوان وزد هدف. الزمالك مسجل جونين في سموحة و3 في البنك. وبس كده اخيرا خلصنا الجولة التانية، فما تنساش تشوف قناة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنى باقي الجولات. وبس كده.